السلام عليكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله جايبين لانسر شارك فابريكا طبعا بره وجوه بدون ملحوظه وبدون جرام بوهيه. الميزه كمان في العربيه دي ان هي لسه ما مشيتش كيلو هنا في مصر. العربيه دي وارد الامارات، لسه ما علقتش نمر ولا رخصت هنا في مصر خالص. يعني ان شاء الله اللي هيشتري هيكون اول مالك ليها في مصر هنا ان شاء الله. العربيه لسه ورقها جاي ان شاء الله، في خلال يومين هيكون ورقها خلص. فاللي حابب العربيه دي، عربيه صراحه ما شاء الله حالتها فوق الممتازه، كانها لسه زيرو. عربيه ما شاء الله غير اللي موجوده عندنا هنا في مصر خالص. مواصفات طبعا محترمه. كمان الاكسدام الجديد. العربيه دي بالمناسبه موجوده في معرض اوتو مطاوع، موجود على طريق شبين اوسنا بعد الكمين بحوالي 100 متر اتجاه شبين الكوم. العربيه دي كمان سعرها 745 الف جنيه. العربيه دي سعرها ممتاز جدا، ولقطه صراحه ممنوعات الممنوعات بقى فعلا. العربيه دي عربيه لسه ما مشيتش هنا في مصر حاجه خالص، حاجه محترمه. كمان في خصم للناس اللي هتيجي من خلال الفيديو ده على العربيه. الناس عملاء القناه فقط هم اللي هياخدوا خصم على العربيه دي. طبعا هسيب لكم الارقام في اول الفيديو عشان اللي حابب يستفسر عن اي حاجه ما كانتش موضحه في الفيديو. احنا بنحاول بقدر الامكان نوضح كل حاجه في الفيديو. كمان في عرض حلو قوي احنا جايبينه لكم من مكاتب الايجارات بتاع العربيات. كل حاجه بنجيبها تخص العربيات بنحاول نجيب لكم اوبشن تستفادوا بيه، سواء الناس اللي مش هتشتري تستفاد، لو في ناس عايزه تأجر او تروح رحله او كده. جايبين عروض حلوه قوي على العربيات اللي بالسواق او العربيات الايجار المباشر بدون سواق. عروض محترمه قوي. هسيب لك برضو الارقام في اول الفيديو عشان تتواصل من خلال الارقام وتاخد عرض حلو قوي تستفاد بيه لو انت اتفرجت على الفيديو ده. تعالى بقى اما نشوف العربيه دي حالتها عامله ايه، ونبص على المواصفات بتاعتها كده مع بعض في السريع عشان ما اطولش عليك الفيديو برضو. العربيه ما شاء الله طبعا فابريكا بالكامل بدون خربوش بدون جرام بوهيه. العربيه ما رخصتش هنا في مصر خالص، حاله ممتازه جدا. فيها فتحه سقف، العربيه فيها 2 ايرباج واي بي اس واي بي دي، فيها جنوط سبور، حاجه ما شاء الله ممتازه قوي. كمان الميزه الحلوه اللي في العربيه دي ان هي فيها فرش قماش، ولكن الفرش هنا تحس ان هو لسه متصنع حالا، يعني بيلمع ما شاء الله. والسقف بتاعها برضو من الداخل فابريكا بالكامل. شوف كمان الفرش اللي عليه تحس ان هو برضو لسه متصنع حالا، حاجه ممتازه قوي. هفرجك على العربيه هتتمتع وانت بتتفرج كده، حاجه ممتازه قوي. ولكن طبعا للاسف القلم مش موجود، كنت عايز اوريك برضو بعينك واحنا بنشوف وبنعمل التشيكات على العربيه، ولكن فرصه تانيه ان شاء الله. بس خلاص بقت ثقه بيننا وبين العملاء ان العربيه ما فيهاش حاجه يبقى ما فيهاش، لو فيها حاجات بسيطه برضو بنوضحها. ولكن العربيه دي زي ما انت شايف كده هي بتتكلم عن نفسها ما شاء الله، حاجه ممتازه قوي. الفوانيس بتاعتها الاضاءه بتاعتها هالوجين عاديه جدا، وفيها كمان فوج لايت. الاكسدام الداير من الامام حاجه ممتازه. عربيه 2017 زي ما اتفقنا، لسه ما رخصتش هنا في مصر. سعر العربيه 745 الف جنيه، حاجه ممتازه. الاوبشن اللي موجود فيها طبعا احنا قلناه. هوريك دلوقتي الجنبين بتوع العربيه وظهر العربيه عشان برضو تشوف بعينك كانك بتتفرج معايا هنا بالظبط. هنشوف بقى الجنب اليمين بتاع العربيه. طبعا زي ما انت شايف ما شاء الله مفيش ولا خربوش واحد. عربيه ما شاء الله حالتها حلوه قوي 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 فوق ما تتخيل. كمان ما شاء الله زي ما انت شايف معايا السقف بتاعها كمان فابريكا بالكامل بدون خربوش بدون جرام بوهيه. كمان هنا العوامل الجويه برضو مش مأثره عليه نهائي. هحاول برضو ادي لك كام لقطه كده من السقف هنا بحيث ان انت تشوف بعينك، لان انا عارف طبعا ان انا عمال اقول وانت مش شايف معايا. طبعا الجنب بقى ما شاء الله زي ما انت شايف كده مش محتاج ان انا اتكلم عليه، حاجه محترمه جدا. عندك طبعا الجنط السبور بتاع العربيه الاوريجينال الاستوك بتاعها. كمان عندك هنا في اشاره في المرايه. فالعربيه ما شاء الله بشكل عام شكلها محترم قوي. وكمان العربيه ما شاء الله ما فيهاش ولا خربوش واحد ولا جرام بوهيه برضو زي ما اتفقنا. تعال اوريك بقى الجنب التاني برضو عشان تشوف بعينك، واوريك ظهر العربيه. ده معانا بقى الجنب الشمال دلوقتي بالنسبه للعربيه، الجنب بتاع السواق. زي ما انت شايف برضو ما شاء الله حاجه ممتازه قوي. بالمناسبه كمان اسفين طبعا على اللقطه اللي حصلت دي، هو المفتاح اتنطر غصب عني. فالمهم ان ده مفتاح العربيه طبعا المفتاح اللي فيها بيفتح الشنطه وفيه قفل وفتح فقط. فالعربيه ما شاء الله زي ما انت شايف كده الجنب الشمال بتاعها فابريكا بالكامل، من اول
عندك الرفرف الامامي لحد الرفرف الخلفي ما شاء الله زي ما انت شايف، ما فيهاش خربوش واحد، ما فيهاش كمان جرام بوهيه. العربيه ما شاء الله حالتها ممتازه قوي، فيها فتحه سقف طبعا نفس الاوبشن اللي اتكلمنا عليه من الاتجاه الثاني جينوتو السبور. كمان بالمناسبه هنا عندك حاله الكاوتش بتاع العربيه ما شاء الله فوق ال 90%، ومش ببالغ ان حاله الكاوتش بتاع العربيه فوق ال 90%. تعالى بقى اوريك كده الظهر بتاع العربيه في السريع عشان برضو ما نطولش عليكم الفيديو. هفرجك بقى على ظهر العربيه زي ما انت شايف كده ما شاء الله حاجه ممتازه قوي. العربيه بتتكلم عن نفسها، انا صراحه مش لاقي كلام اقوله عشان بس يعني الناس اللي شايفه ان انا مستغرب مش بتكلم ولا حاجه. العربيه ما شاء الله حالتها ممتازه جدا. ده طبعا تراب، انا اسف طبعا ان احنا بنشيل قدامكم. في عندنا هنا كمان السبيلر الخلفي، ده طبعا اللي بيميز القرش، والناس كمان بتحب تجيب الفئات العاليه في القرش دي عشان خاطر السبيلر اللي موجود عليها ده طبعا حاجه ممتازه قوي في العربيه، وهو اللي مديها نوع من الفخامه. طبعا العربيه ما شاء الله تحسها كده فخمه من ورا، وبرده تحس ان هي ثابته على الارض. طبعا الاداء بتاعها والكلام ده كلكم عارفينه ومش محتاجين ان احنا نتكلم عليه. العربيه ما شاء الله ممتازه جدا، فيها سنسور بارك خلفي، كمان فيها عندك هنا كاميرا خلفيه. العربيه بشكل عام ما شاء الله من الخلف ممتازه جدا، والحاله بتاعتها زي ما اتفقنا بدون خربوش بدون جرام بوهيه. فما شاء الله اللي هياخد العربيه دي هيبقى صراحه يعني واخد حته الماظ، مش عربيه والله، حته الماظ. العربيه تحس، عارف انت الناس اللي بتجيب العربيات المعاقين عشان تفك لها حظر هنا وتحس ان هو راكب عربيه خليجي بقى ومميزات واوبشن، هي العربيه دي. بس بقى العربيه دي جايه وارد الامارات، حاجه محترمه، كانك جايبها معاقين وهي فكت، لكن احنا جايبينها حره عادي جدا. العربيه ما شاء الله زي ما انت شايف حالتها ممتازه قوي، هي بتتكلم عن نفسها، مش محتاج ان انا اتكلم. تعالى اوريك بقى العربيه من الداخل. طبعا زي ما احنا متعودين بنشوف الصالون من الخلف الاول. ما شاء الله زي ما انت شايف العربيه كمان فيها ريحه كده تحس ان هي يعني قريبه من ريحه الفابريكا، ولكن طبعا مش هنقول ريحه الفابريكا عشان العربيه 2017، ولكن الحاله بتاعتها ما شاء الله ممتازه جدا. الفرش بتاعها كمان بيلمع لسه زي ما انت شايف معايا، حاجه محترمه ما شاء الله ممتازه قوي. كمان العربيه فيها طقم دواسات محترم جدا. تعال اما نشوف بقى الاوبشن اللي موجود. بالمناسبه كمان ده السقف بتاع العربيه اهو، فيها طبعا فتحه سقف، ودي الحاله بتاعت السقف بدون خرابيش بدون تكاليح بدون اي حاجه خالص، العوامل الجويه مش مؤثره عليه. تعال اما نشوف بقى هنا حاله العربيه من الامام مع بعض. الصالون الامامي العربيه كمان فيها تراكشن كنترول، فدي ميزه حلوه قوي. دي حاله الكراسي بتاعت العربيه، فرش بالكامل طبعا من القماش زي ما احنا قلنا. هنشوف عداد العربيه ماشيه 39,000 كيلو. احنا هنا بنحب يعني ايه الفانتازا شويه. عندك كمان هنا في مرايات ذاتيه التعتيم، ده بالنسبه للاوبشن اللي موجود في العربيه. العربيه ما شاء الله حاله ممتازه جدا بدون خربوش بدون جرام بوهي زي ما اتفقنا. العربيه كمان فيها 2 ايرباج واي بي اس واي بي دي. الطاره كمان بتاعت العربيه فيها مالتي ميديا لكن ما فيهاش مثبت وباقي الاوبشن اللي احنا متعودين عليه في العربيات. فالعربيه بشكل عام ما شاء الله ممتازه جدا، حالتها حلوه قوي. زي ما انت شايف العربيه فابريكا بالكامل بره وجوه بدون خربوش بدون جرام بوهيه. طبعا لو في اي استفسار غير اللي احنا اتكلمنا عنه او في حاجه مش واضحه ممكن تتواصل من خلال الارقام اللي موجوده عندك في الفيديو. ده تقريبا كان نهايه الفيديو بتاع النهارده. كان معكم اخوكم محمد عثمان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.